اهلا وسهلا بكم من صوت الملعب. تعالوا نشوف كابتن عفت نصار لاعب الزمالك السابق بيقول لو عملنا مقارنه بين رضا عبد العال ولاعب الزمالك زيزو هنلاقي ان زيزو يكسب رضا عبد العال، لان زيزو صانع العاب قوي جدا عن رضا عبد العال. طيب ده من حيث زيزو، لكن لو اتكلمنا ده من حيث صناعه الاهداف، لكن من حيث المهاره نقول ان مفيش وجه مقارنه خالص بين رضا عبد العال ولاعب الزمالك السابق حماده عبد اللطيف. ما ينفعش اصلا نقارن الاثنين ببعض، فرق شاسع بين النجم الكبير حماده عبد اللطيف في المهاره وبين رضا عبد العال. كان كويس لكن كان في لعيبه افضل منه في الزمالك. دي كانت مقارنه بيقولها عفت نصار عن رضا عبد العال كلاعب خط وسط في صناعه الاهداف وكلاعب مهاري. هو في الحالتين خسران، سواء في المهاره كان في حماده عبد اللطيف افضل منه، وصناعه الاهداف في زيزو افضل منه. وانا بصراحه بضم صوتي لصوت عفت نصار، لان حماده عبد اللطيف يا جماعه كانوا بيسموه الحاوي في الكوره، لانه كان رائع في المهارات، كوكتيل مهارات. وبعدين بيرقص بالطريقه اللي هي صعبه، اللي بيثبت بيها اللاعب، الترقيصه الصعبه مش اي ترقيصه كمان. لا، حماده عبد اللطيف كان حاجه روعه 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 يعني. اما نيجي نشوف شهرة رضا عبد العال جت ازاي، هنلاقيها جت من 3 حاجات. اول حاجه اما كان في الزمالك كان نازل تغيير في ماتش اهلي وزمالك، ومجرد ما نزل كان في ضربه حره غير مباشره للزمالك، لعبها وجت في العارضه وكملها لاعب الزمالك مصطفى نجم، والجون ده شهره جدا لانه اول ما نزل شاط الكوره وجت في العارضه وجي جون. اللي شهر رضا عبد العال قوي وهو الجون اللي جابه اما كان في الزمالك، والماتش دوت رضا عبد العال رقص فيه مدافع الاهلي ترقيصه جامده جدا، خدوا يمين في شمال فنزل متزحلق على النجيله وشاط الكوره جت في العارضه، وبعد كده حطها خالد الغندور. ترقيصه عملها رضا عبد العال. كمان من الحاجات اللي شهرت رضا عبد العال لما كان في الاهلي بقى، كان الاهلي واقف على جون واحد بس، نقطه واحده ويكسب الدوري، وكان ماتش مؤثر وبين الاهلي وشبين الكوم ايامها. وفي الماتش دوت دفاع شبين كان قوي جدا، وكان خلاص فاضل بالظبط 3 دقايق، نزل رضا عبد العال وفي اخر دقيقه يجيب الجون، والجون دوت بالدوري كله، لان الجون دوت الاهلي خد بيه الدوري. دي من الحاجات واللقطات المؤثره لرضا عبد العال سواء كان في الاهلي او في الزمالك. لكن نيجي نشوف بقى على الصعيد الافريقي، على منتخبات مثلا، لا هو مش مكمل 30% اصلا. يعني لما نيجي نقول رضا عبد العال بالنسبه للمنتخب كان صفر كبير كمان، لانه ما قدمش اي حاجه خالص للمنتخب. ممكن يكون كان بيتاخد ضمن 23 لاعب، لكن بيبقى احتياطي مش هينزل. في النهايه هي امكانيات وقدرات وحسب قدره كل لاعب. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.